الاهلي النهارده قدم لنا وجبه دسمه لبرنامج الكلام في الماتش. خليك معايا دلوقتي، اذا كنت شفت الماتش وما شفتوش هتشوفه من زاويه تانية خالص معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى على الحبيب قلبك كتير. النهارده في برنامج الكلام في الماتش هنتكلم عن ماتش الاهلي وجورماهيا كيني. قبل الماتش ده كان الاهلي فايز 22 مباراه، مفيش اي هزيمه خالص. كان فايز 14 مباراه في النجمه 12 الافريقيه، وكان فايز قبلها 8 مباريات في النجمه 11. النهارده خلاهم 23 مباراه بدون هزيمه في افريقيا، ان شاء الله في مشوارنا في النجمه رقم 13. واجمل حاجه بقى ان التشكيل نزل زي ما احنا توقعنا امبارح في البرنامج. بدايه الكلام كده انا عايز اقول لرامي ربيعه، انا كنت قبل كده الفتره اللي فاتت كنت بهاجمك كتير قوي، بس انا الصراحه عايز اقول لك شابوه 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 شابوه. ربيعه لعب في كل منتخبات مصر بجميع اعمارها وهو كان عنده 16 سنه، بس مشكلته كان في الاصابات. بس انا بجد شايف ان ربيعه الايام دي متالق جدا جدا جدا، وتوج مجهوده اول ما الماتش بدا في الدقيقه 13. كنت قلت لكم امبارح اللي هيحصل فيه اللعب هيكون من ناحيه الشحات، بس بقى المره دي بقى ايه، تو الشحات عملوا مهاره ما بينهم هما الاثنين، والكره راحت لربيعه وربيعه جاب الجون. طيب ايه بقى الفكره بقى من اول ماتش؟ اول ماتش كان فيه دربكه كده في اول 10 دقائق، في لخبطه من وسط الملعب من الفريقين. تمام، الارضيه كانت سيئه جدا، وقعدوا يقولوا امبارح لما الزمالك فاز 1-0 بالعافيه، قعدوا يقولوا ان الماتش ان الملعب سيء ومش ملعب سيء. اهو الاهلي لعب في نفس الملعب وفي نفس الوقت ومفيش اي حاجه. وعايز اقول حاجه ثانيه كمان، هاتولي سان داونز دلوقتي، تعالى يا باشا لعبني دلوقتي والساعه 3 انا جاهز لك. تو بعدها على طول في الدقيقه 14 راح جاب الجون، قال هسكت هنجيب جون انا كمان. بس بقى الفكره ايه برضو نفس القصه، ان الجون الثاني جاي بنفس اللي انا قلته امبارح. بصوا انتوا عايزين تتفرجوا عليا، تمام، اتفرجوا عليا ليله الماتش، اي ماتش الاهلي اتفرجوا عليا هتعرفوا ايه اللي هيحصل بكره. بجد كل اللي اتقال امبارح حصل بالملي. برضو امام عاشور زي ما قلت لكم امبارح ضغط على مدافع، الكره جت لتاو، تاو جاب جول بعد ضغط ممتاز من امام عاشور. على فكره قليل اول ما حد ركز على حته امام عاشور دي. وسام بقى كمان في كورتين كده عملهم بعد كده، بصوا بيحسسني ان هو مهاجم. في كورتين جم، الكره جات له من تاو والكره جات له من الشحات، الكره جايه له صعبه، الكره هي رايحه له صعبه. انا قلت لو معانا مهاجم تاني غير ده الكره هتطلع بره. لا يا باشا، ده خلقها لك وجابها لك وشاطها. في كوره في الدقيقه 23، في كوره في الدقيقه 30، واحده من تاو وواحده من الشحات، الكوره خلقها لك وشاطها شوطه هجام. بس هي الفكره كلها ان النهارده ما كانش فيه توفيق لوسام، كان اتمنى انه يجيب جون النهارده، والحمد لله انه طلع مش مصاب. في الدقيقه 32 كان في هجمه خطره جدا جدا علينا، الشناوي انقض على المهاجم بتاع جورماهيا كيني. الانقضاض ده انا عن نفسي قلت شابوه، بس بعد الاعاده لا، الانقضاض ده لو كان مهاجم تاني صايع كان ممكن يلبسك ضربه جزاء الشناوي. فانا عايزك في الانقضاض تاخد ايه، تكون حريص كده شويه، خصوصا انت اصلا في كوره قبلها عملت تراي عليها وصديت كوره حلوه جدا. الشناوي النهارده اصلا كسفني في كل الكور اللي كانت بتجيله النهارده، كان كويس جدا. بالنسبه بقى لحته الشناوي، في الكور كلها كانت بترجع للشناوي. قبل كده الكور كانت بترجع لعبد المنعم كان اكتر واحد في الدفاع كان بيعرف يطلع الكوره من خط الدفاع على الاقل الخط الوسط او الهجوم. النهارده انا حسيت بعدم وجود منعم، مش في الدفاع، عدم وجود منعم في التمركز، ان انا اكون مدافع اعرف اطلع الكوره من ورا. فالحته دي عايزين يعني كولر ياخد باله منها الايام الجايه دي، لان انا عايز مدافع مكان منعم، مش في قوته في الدفاع، انا عايزه يكون واحد مكان منعم يعرف يطلع الكوره من الدفاع للهجوم. طيب هتقول لي ربيعه، هقول لك ماشي، ربيعه بيعرف يعمل اساسات بس من نص الملعب لما يجي يتقدم قدام شويه، والاهلي في مرحله الضغط بيتقدم قدام شويه. لكن فعلا الكره لما تيجي تطلع من عند البوكس بتاع الشناوي، لا فعلا الكره لما بتشتت لما بتبصل بصه غلط. الحكم بقى كان متوسط المستوى زي ما قلت لكم امبارح برده، بس كان في تدخلات غريبه جدا وقويه جدا من فريق جورماهيا كيني، ومع ذلك ما اداش ولا انذار فريق جورماهيا. ده بالعكس، ده ادى انذار لمروان عطيه، وخلانا طول الماتش قاعدين مقلقين على مروان عطيه. في الشوط الاول بعد ما جبنا جونين انا قلت هنكمل ضغط، لقيت في تراخي حتى في الاستوديو قالوا برده في الحته دي في تراخي من لعيبه الاهلي ورجع ورا، وبدا جورماهيا بدا هو اللي يهاجم. انا عندي علامه استفهام على حته التراجع بتاع فرقه النادي الاهلي دي، ليه ترجعوا ورا؟ ما تكملوا ضغط. المفروض اصلا الشناوي ولا يجي له كور ولا يطلع كور، احنا اصلا نكمل استحواذنا زي ما كنا اتكلمنا امبارح، نكمل استحواذنا في وسط الملعب عشان نخلق هجمات. ليه دايما لما نيجي نجيب جون والتاني ويكون الاداء حلو يرجع الفرقه كلها رجعت ورا؟ زي ما يكون مثلا تعليمات من كوره عشان خاطر مثلا نهدي، عشان خاطر اللياقه، عشان خاطر في ماتشات تانية مهمه، الله اعلم. بس دي على فكره ملحوظه انا شايفها في كل المباريات مش في الماتش بتاع النهارده بس. وقبل نهايه الشوط الاول بقى عايز اقول لكم على حاجه، الجون الاول والجون الثاني فيه شغل تكتيك عالي جدا من كولر، تبادل المراكز ما بين تاو وما بين وسام وما بين الشحات. لو انت ركزت ما بين الاول والثاني تبادل المراكز، هم اللي عملوا الجون الاول والثاني اصلا. لو خدت بالك من الجون الاول والثاني هتلاقي وسام دايما ما كانش مهاجم اصلا، هو كان بيساعد تاو والشحات. والجون الاولاني اصلا جه كمان الحمد لله توفيق. ليه بقى؟ الشحات وتاو عملوا بص يعني تورته، قدموا لنا تورته كده، وبعد كده راح الشحات مديها لتاو، تاو راح عرضها ارضيه الملعب
عملت بند للكوره والكوره راحت ربيعه طبعا بيتوج مجهوده بالجون ده. والجون الثاني بعد ضغط ممتاز من امام عاشور توج النهارده مجهوده بالجون الثاني. وفي الشوط الثاني مع بدايته برده لقيت فيه تراخي مده الشوط الثاني كله، الكلام كله كان موجود في الشوط الاول بس، والسيناريو كله واللعب الحلو كله كان موجود في الشوط الاول بس. الشوط الثاني حصل تراجع كبير جدا لحد الدقيقه 60 لحد ما حصل التغييرات. كولر نزل قفشه ونزل الطاهر بقى النهارده كسفنا كلنا، وكان طاهر مكان الشحات وقفشه مكان امام وكوكا كان مكان مروان. احلى حاجه في التغييرات بقى ان هو اول ما نزل طاهر، بصوا يا جماعه طاهر يعني هو ما ينفعش مهاجم، انا سامع ان الكوره عايز يخليه مهاجم ثالث وكده، وعشان كده دايما معظم الماتش كل الكور بتروح عليه واللعيبه واخده اوامر ان كل باصه تروح لطاهر عشان خاطر يتدرب على حته انه يكون مهاجم وكده. انا برده حتى في كوره او كورتين ضيعهم انفراد انا مش حاسه كمهاجم، انا حاسه انه يكون وينج. هو النهارده نزل ابداعه النهارده كان في الوينج، ما كانش مكانه مهاجم. وطاهر وقفشه اول ما نزلوا كان نقطه تحول للمباراه في الدقيقه 60 بعد ما كولر بدا يحس ان اللعيبه بدات ترجع شويه او بدا اللياقه تقل. طاهر وقفشه نزلوا حولوا حرفيا المباراه وبدا يكون في هجمات خطره جدا على جول مهدي. قاعد طول الماتش خايف على وسام، الوحيد ان انا خايف عليه، ودي النقطه اللي احنا عاملين نتكلم عليها قبل كده. الصفقات عايزين مهاجم تاني، ليه نقعد طول الماتش في ماتش هايف زي ده اكون قاعد قلقان طول الماتش على وسام؟ المهم في الدقيقه 74 الحمد لله وسام طلع بره ونزل مكانه كهربا، وعمر كمال نزل مكان يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله لو جيت النهارده هتيجي هتحكم عليه هقول لك لا ما تجيبش سيرته. هتقولي ليه؟ هقول لك بص، الاجواء لسه هو نازل خايف، التيشيرت لسه تقيل عليه، الضغط الجماهيري، انا لسه نازل اول ماتش فلازم اعمل اي حاجه. فهو اصلا ده غير كمان ان الكوره كان مديله تعليمات ان هو يكون يراجع ورا، فما تديش اي حكم النهارده على عطيه. ممكن تدي حكم على اول ماتش الجاي ليه، ممكن تديله الحكم بقى من الماتش الجاي هنا في القاهره. الدقيقه 87 قلت في هجمه في جون هيخش فينا، احساس. بصوا اهلاويه حافظين فرقتنا، وفعلا في جون جه في الدقيقه 88 لجمهور كيني بعد تصدي ممتاز. ما انا بقول لكم النهارده الشناوي كان متالق، يعني في كره اتشاطت على الشناوي صدها بطريقه ممتازه. هو الشناوي رجع زي ما كان الحمد لله، ورجع زي زمان الحمد لله. رجعت بعد ما صدها الشناوي رجعت للمهاجم الكيني شاطها جابها جون. انا عمال يا رب اوفسايد، كنت حاسس انها اوفسايد، الحمد لله اوفسايد عشان نطلع الماتش كلين شيت. قفشه حرفيا بينزل كل تبديله بيعملها بيقلب لك الماتش، مفيش حد كان بيعمل الحوار ده غير ابو تريكه حرفيا. قفشه فعلا انا عايز اقول لكم ان انا مش عايز انا لو مكان كولر بعد كده في اي ماتش انزله بديل افضل ما انزله اساسي. في سؤال مهم جدا عايز اقوله. اول حاجه قبل ما اقول السؤال ده، النهارده تاو هو راجل المباراه. ليه بقى تاو بيكون بيمشي على سطر ويسيب سطر؟ انا هقول لك ليه. تاو لعيب مزاجنجي، تاو يا جماعه لعيب شوارع، يعني لعيب شوارعجي كده بتاع مزاج. فانت لما تيجي تنزله بديل مش هيديك اللي هو عايزه، لما تيجي تنزله ماتش وتسيب ماتش مش هيديك اللي هو عايزه. تاو يا جماعه ينزل في الماتشات اللي زي دي مستمر طول الماتشات كلها، ما تغيروش، هتلاقيه هيديك اعلى شغل. اول ما هتديله احساس ان انا معتمد عليك كتاو هيديك اعلى شغل، لكن تديله ماتش وتريح ماتش وتديله ماتش وتريح ماتش هتلاقي المزاج قلب منه، هتمشي مش هديك اي لعبه خالص. تاو النهارده ليه ممتاز وليه النهارده راجل مباراه؟ عشان حاجه، تاو متعود على المباريات الافريقيه دي، متعود ان يلعب الساعه 3 العصر، متعود ان يلعب العصريه، ومتعود ان يلعب في الاجواء دي، فطبيعي يطلع الماتش ده. استغله بقى واستغل فورمته ان انا المفروض العبه الماتش الجاي كمان عشان ابدا احركه. فانا مش عايز تاو يكون الماتش بتاع هنا في القاهره يكون بديل، انا عايزه ينزل اساسي عشان يسخن لماتش الزمالك. الجون الثالث بقى مش بنركز فيه على تاو، بنركز فيه على طاهر لما نزل ابدع في الوينج وكان ممتاز جدا وكان واضح، يعني هو اول ما نزل حصل فيه تحول طبعا مع قفشه. فالجون الثالث تركيزكم كله يروح على طاهر، باصه استلم كويس، رقص، عمل فنت، عدى، بصل تاو وتاو جاب الجون الثاني. معلق المباراه النهارده كان حرفيا كان بيبص على مصر من برج خليفه، خلى الماتش طعم. حته ان هو بيمجد في الاهلي، ما هو طبيعي يا جماعه، هو اصلا هو بقول زي ما قلت لكم من شويه ايه، هو بيبص على مصر من برج خليفه، فهو فوق فمش هيشوف الا لفوق اللي هو الاهلي. التيشيرت بتاع الاحماء بتاعت النادي الاهلي، بصوا هو كل عمال يشكر في التيشيرت، بس انا بحكم شغلانتي انا اصلا شغال ديزاينر، فالطبيعي بصوا انا واقف هنا اهو تمام، لابس ايه فاتح ورايا غامق. الطبيعي في شغلنا ان انا بحط الغامق على الفاتح او الفاتح على الغامق في الديزاينات. وبرده لما اجي احط اي شكل او اي اعلان المفروض ان انا احط لون او اعلان، مثلا لو هنا في اعلان مثلا او مثلا اللوجو زي ده، اللوجو هو موجود اهو على ساده، حتى لو في نقرشه بسيطه بيكون في نقرشه بسيطه. ففي شغلنا في الديزاينات الطبيعي ان احنا ما ينفعش نحط شغل على شغل. يعني في التيشيرت بتاع الاحماءات دلوقتي في اصلا شغل كتير جدا في التيشيرت وكمان عليه اعلانات، فانا شايف التيشيرت بتاع الاحماء مش ولا بد، وجهه نظري كشغل في الديزاينر بس مش اكتر. والمضحك بقى ايه، ان مدرب الزمالك كان النهارده قاعد بيتفرج على الماتش، اول ما شفته كده اصلا كان لقيته لابس التيشيرت بتاع النادي المصري البورسعيدي، والفرقه بتاعته اصلا بتلعب تيشيرت النادي غزل المحله، نادي حرفيا في القناه، فما تعرفوش اول من الاخر. ملخص الماتش كله ان الاهلي بدا يفهم
افريقيا، بدا يفهم يلعب ازاي العصر، وبدا يفهم يلعب ازاي في ملاعب زي دي. وبرده الملعب ده كان لسه ملعوب، كان بيلعب فيه الزمالك امبارح وقعدوا يقولوا ملعب مش ملعب، او الاهلي لعب النهارده اهو والدنيا زي الفل. ليه؟ عشان عندنا مدرب، عشان عندنا سكواد حلو، عشان عندنا فرقه مركزه. يا جماعه عايزكم تركزوا مع الفرقه دي، عايزكم تركزوا حرفيا مع السكواد بتاعنا، ما تركزوش في حته ان ليه ما جابش صفقات، ويا خطيب ومش يا خطيب. مجلس اداره النادي الاهلي لو ما كانتش ناجحه، امال مين مجلس الاداره اللي ناجحه في مصر؟ فاهمين قصدي؟ ممكن تهاجم الخطيب عشان خاطر الصفقات، هقول لك ماشي، ده ملف من ضمن ملفات مجلس الاداره ناجح فيه. ما تندرجوش مع الاخبار اللي دايما بتتقال، وما تندرجوش مع الاعلام، ما تندرجوش مع الكلام اللي على السوشيال ميديا، الصفقات الصفقات الصفقات. يا جماعه انتوا معاكم سكواد حلو. غير كده اصلا الزمالك يعني حتى لو أنا عايز اقول لكم الزمالك اصلا مش موضوع صفقات، الزمالك اصلا اصل بيقولوا لي ايه ان الزمالك عمل صفقات احسن من الاهلي. زمالك واهلي مين يا حبيبي؟ الزمالك اصلا عايز تريلا تروح تقف هناك عند باب النادي، المدرب يجي يقف كده على باب النادي يقعد يختار بقى اللعيبه اللي عايز ياخدها. الزمالك محتاج تريلا صفقات حرفيا، 3 4 صفقات دي في الكنافه. وبكده خلصت حلقتنا في برنامج كلام في الماتش. سلام.